نجح العين في فوز كبير على حساب حتى في المباراة اللي جمعت بين العين الإماراتي وحتى في كأس رئيس الدولة. العين فريق كبير جدا بيعرف ازاي يفوز خاصة في المباريات الكبيرة. علشان كده نجح العين انه يفرض سيطرته على مجريات المباراة قدام فريق حتى في كأس رئيس الدولة الإماراتي، خاصة ان العين فريق بطولات وبيسعى جاهدا إلى الفوز بكافة البطولات اللي بيشارك فيها، علشان طبعا وراه فريق كبير وفريق عريق عفوا جماهير كبيرة وعريقة. كمان العين يمكن حامل لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة. تمكن من الفوز باللقب على حساب أندية كبيرة مثل الهلال والفريق الياباني اللي واجهوا في المباراة النهائية. قاد العين النهاردة في مباراة حتى اللاعب ماتيو اللي سجل هدف أول في الدقيقة 33 من زمن المباراة. العين ما اكتفاش بكده وجه عند الدقيقة 58 نجح ماتيو سيفيوفا من إضافة هدف ثاني علشان يعزز ويؤكد تفوق العين في المباراة. ومع الدقيقة 72 نجح الدبابة البشرية لاباكوجو في تسجيل هدف ثالث لفريق العين في مرمى حتى اللي ظهر مستسلما تماما، وظهر في فوارق فنية كبيرة بين الفرقتين علشان يسجل لاباكوجا الهدف الثالث لفريق العين في مرمى واختتم فريق العين الهدف الرابع والأخير في المباراة قبل النهاية بدقيقتين بس في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب جينو إنفانتينو. وبكده ينجح العين في تحقيق فوز مهم على حساب ويؤكد تفوقه وحقيته بالتأهل إلى الدور المقبل في كأس رئيس الدولة الإماراتي.